نيرة، هو يعني ايه شقة بمقدم 250,000 جنيه جوه كومباوند في الار 8 وكمان في اوتيل؟ اكيد في حاجة غلط. الغلط الوحيد ان الناس لسه ما استوعبتش الفرصه. تعالى هشرح لك ازاي. يلا. مشروعنا في اميز لوكيشن في الار 8 دايركت على الحديقه المركزيه وجنبك محاور رئيسيه، مش هتحتاج تبقى جنب اوتيل لان جوه مشروعنا اوتيل 7 ستارز. وانا كمستثمر هستفيد ايه؟ لو اخدت الاكشن دلوقتي اي زياده اسعار هتبقى في صالحك. خليني اقول لك ان مشروعنا 35 فدان باقل كثافه واعلى برايفسي، وده هيرفع جدا قيمه اعاده البيع والايجار. طيب وايه بقى الفرق بينك وبين اي مطور تاني؟ ما كله بيقول نفس الكلام. الفرق الحقيقي ان انا اول كومباوند في الار 8 جواه 7 ستارز اوتيل، ده غير شركه الاداره والتشغيل وهي CPRE، دي نفس الشركه اللي بتشغل البرج الايقوني في العاصمه، وده معناه ان الفاليو الحقيقي في التشغيل هو اللي هيحافظ على سعر وحدته. وعاوز اقول لك ان ده مش اول مشروع لينا، ده 5 ميجا بروجكت واحنا دلوقتي في واحد منهم. طب والمساحات بقى؟ المساحات عندي من اول 1 بدروم لحد ال 3 بدروم اللي سعرها هيبقى 4 مليون 200، وعلى فكره احنا هيبقى عندنا اول بنت هاوس في الار 8. طب حلو جدا، هدفع ازاي؟ المقدمات عندي هتبتدي من اول 5% والاقساط بتوصل ل 10 سنين، يعني انت بتشتري قسط قيمته بتزيد كل يوم وباقل سعر. يعني دي مش مجرد شقة؟ بالعكس، دي حركه استثمار ذكيه جدا للناس اللي عايزه تكسب في العقارات. وانت كمان لو عايز تكسب سجل دلوقتي وهنبعت لك كل التفاصيل.